في التعامل بين الناس. كنت أظن فيما مضى بأن حسن النية يرد بحسن النية، وأن التعامل باللطف يرد أيضا باللطف، لكن الحياة علمتني بأن الناس يتصرفون وفقا لطبيعتهم الداخلية لا كما تستحق أنت. مع مرور السنين يقدمون لك ما بداخلهم وجوهرهم الحقيقي لا كما تستحق أنت. سيفهمونك بالطريقة التي ينظرون إليها إلى الحياة. ومع مرور أيضا السنين ترى بأن الأفعال هي الأصدق من الكلمات، وأن النية الطيبة لا تحميك لكنها تحفظ لك القلب بينك وبين الله، تنجيك من مخاطر هذه الحياة. فأن الصدمة من الناس لا يعني أن تتوقف عن هذه النية الطيبة، فهي نعمة وأنت ملاك من الجنة كونك تتصرف بنوايا طيبة على هذه الأرض العاصية. فالنضج لا يعني أن نبتعد عن النقاء، ولكن يعني أن نضع حدود لمن يستحق نقدم له. صدق الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما قال: المليحة في غير مكانها إساءة.